أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامج استاد الموهوبين. طبعا يتخصص هذا البرنامج لكل ما يخص قطاعات الناشئين والبراعم في الكرة المصرية. معانا قضايا فساد كتير جدا جدا تخص الناشئين والبراعم، طبعا هنتكلم فيها في الحلقات القادمة. طبعا معانا ضيفين غاليين جدا على قلبي، كابتن علاء عبد الرؤوف المدرب بقطاع الناشئين بنادي المقاولين العرب، وكابتن جمال فتحي صاحب منظومة ميلانو مصر. بنرحب في اولى حلقات استاد الموهوبين بكابتن علاء عبد الرؤوف. طبعا كابتن علاء مشرفنا ومنور الدنيا كلها. حبيبي يا استاذ حسام، ربنا يخليك، شرفت ليا. كابتن علاء، كان في قضيه طبعا احنا اتكلمنا عنها قبل الهوا، اللي هي حصلت في نادي المقاولين. طبعا انت جاي للناس تقول، طبعا تكشف القضيه ديت وتقولها للجميع. اكيد طبعا. هو انا في البدايه بشكر حضرتك طبعا لاستضافتك ليا، وبشكر قناه مصر البلد، قناه محترمه، وبتمنى لهم التوفيق، وبشكر كل القائمين عليها طبعا. بدايه طبعا انا زي ما حضرتك ذكرت، انا مدرب في قطاع الناشئين في نادي المقاولين العرب. تمام. وطبعا ده شيء يشرفني ويشرف اي حد انه يشتغل في كيان كبير زي دوت. انا بحب نادي المقاولين جدا، والحمد لله اشتغلت فيه من 4 سنين او 4 سنين ونص، من 2014. من 2014 تقريبا. اخدت الوضع التدريجي بتاعي كمدرب، ان انا اشتغلت شويه طبعا في البراعم، واشتغلت شويه في الناشئين، والحمد لله بفضل ربنا قدرت ان انا اظهر بمستوى كويس حسب تقدير الناس الموجودين، الكباتن الكبار طبعا اللي بيقيموا المدربين. خدت اكتر من فرصه الحمد لله، وخدت حقي كمدرب، وكنت يمكن اول مدرب اطلع مدرب مساعد في قطاع الناشئين بالنسبه للبراعم. شرفت طبعا بالعمل مع الكابتن محمد رجب في فرقه 2003. تمام. من افضل الفرق موجوده في مصر. طبعا. الحمد لله يعني ربنا قدرني واشتغلت واجتهدت. اخر سنه ونص الحمد لله بفضل ربنا. انا عشان بحب نادي المقاولين العرب، بحب المكان ده طبعا. فطبعا انا حبيت ان انا اعمل حاجه لنادي المقاولين العرب ولنفسي. تمام. فطبعا فكرنا في فكره الاختبارات الخارجيه، عملناها لنادي المقاولين العرب. الحمد لله عملنا في اكتر من 7 محافظات اختبارات. تمام. دي كانت الحمد لله يعني خدنا منها لعيبه كويسه، لفينا مصر، رحنا الاقصر، وكان اياميها معانا طبعا جنرال الكره المصريه وبرنس الكره المصريه كابتن علي نبيل طبعا. من اصحاب الفضل عليا طبعا، وما اقدرش يعني انكر ده. كابتن علاء طبعا يعني حد غني عن التعريف، ومهما نتكلم مش هنقدر نوفيه حق. فطبعا كابتن علاء وقف في ظهرنا في الحاجات دي يعني بشكل كبير جدا. كان دايما متواصل مع الاداره، مع المهندس محمد عادل. كل لما بنفكر في فكره كانوا بيقفوا بظهرنا بصراحه. عملنا اختبارات في محافظات كتير، خدنا من اللعيبه دي، كان برضو بتدخل للنادي دخل مادي كويس. بعدها طبعا حاولنا نعمل فكره الاختبارات الاكاديميات الخارجيه للنادي. هي كانت زمان معموله، بس احنا طورنا شويه. والحمد لله بدانا بالفكره. وطبعا برضو كابتن علاء وقف في ظهرنا وساندنا ووصل الموضوع للمسؤولين، والمهندس محمد عادل طبعا برضو الراجل مشكور، وقف في ظهرنا وسهل لنا بعض الامور في حاجات كتير جدا. تمام. وبدانا ب5 اكاديميات. طبعا انا بالنسبه لي في سني الصغير برضو، لما يكون طبعا موجود في وسط عمالقه نادي المقاولين العرب طبعا كابتن محمد الحميد طبعا. مدير الاكاديميات ده يعني انا بعتبره على المستوى الشخصي والدي واخويا الكبير، وطبعا هو من احد اعمده النادي، وراجل ليه تاريخ ومدرب كبير جدا جدا جدا. فطبعا يعني انا اتشرفت بالعمل معاه، وبقياده الكابتن علي نبيل طبعا، واشراف المهندس محمد عادل علينا طبعا. بدانا ب5 اكاديميات الحمد لله بفضل ربنا، حطينا نظام وسيستم وعقد قانوني. تمام. وبدانا العمل بالفعل. اكاديميات خارج النادي. خارج النادي كان اول الاكاديميات دي كابتن عصام سعيد في الشرقيه. تمام. طبعا ما شاء الله مكسر الدنيا. وكان في كابتن محمود مهدي في السويس، يعني الحمد لله، والسادات. يعني بدانا ب5 اكاديميات واشتغلنا الحمد لله لحد شهر 12 اللي فات. وصلنا لحوالي 23 اكاديميه على مستوى محافظات مصر. 23 اكاديميه في جميع محافظات مصر. في جميع محافظات مصر الحمد لله. حاجه طبعا مشروع نجح بشكل كبير جدا، لان قيادته كانت حكيمه، وحاطه اسس ماشيين عليها، وحاطين قواعد الحمد لله بفضل ربنا كانت كويسه جدا. تمام. طبعا انا بالنسبه لمشكلتي بدايه يعني حصلت في شهر 12 اللي فات بسبب حد من المديرين التنفيذيين اللي هم واخدين فرع المركز الاولمبي، هو الاستاذ عمرو ياسين. راجل انا اتعرفت عليه عن طريق صديق ليا اسمه محمد مصطفى، مدرب حراس مرمى عندنا في نادي المقاولين العرب. تمام. اتعرفوا على بعض، انا ما كنتش اعرفه طبعا. والراجل جه وخد فرع واشترك هو وكابتن فرع اللي هو البطل المركز الاولمبي باسم نادي المقاولين العرب. باسم نادي المقاولين العرب. تمام. والناس اشتغلت، وكان على فكره عاملين يعني
شغل كويس جدا، وكانوا من الناس الملتزمه جدا. تمام. وافتتاحهم كويس جدا. كمان يمكن ده الافتتاح الوحيد اللي حضره المهندس محمد عادل تمام. واشاد بيه، وكان الفرع بصراحه ماشي على مستوى كويس جدا جدا. مركز الاولمبي مكان محترم تمام. من كل حاجه يعني، ده شيء اكيد. وربنا كرمهم واشتغلوا كويس جدا. تمام. طبعا يعني حته الشراكه انا اعتقد ان هي بتسبب مشاكل ده شيء ما بين أكيد اي طبعاً. اتنين مع بعض، تمام. خصوصا لو هم ما يعرفوش بعض. تمام. واخد بال حضرتك؟ مع الوقت ما شاء الله الاعداد عندهم زادت. بداوا احنا كلجنه فنيه طبعا زي ما ذكرت كان كابتن محمد حميد مدير اللجنه الفنيه مدير الاكاديميات، كان معانا في اللجنه الفنيه كابتن سعيد شيني طبعا، كابتن جمال سالم، كابتن الدكتور زمزم، طبعا اسامي كبيره ده شيء يعني أكيد يعني طبعاً. حاجه ده يعني تاريخ علم. مصر، طبعاً. تاريخ نادي طبعاً. المقاولين العرب. طبعاً. فطبعا انا اكون في وسط الناس دي ده شرف كبير ليا جدا طبعاً. جدا جدا. لينا كلنا. في التوقيت ده لما لقيت نفسي في وسط العمالقه دول عرفت ان انا الحمد لله يعني مكان بدات كويس. احط رجلي على الطريق السليم. طبعاً. طبعاً. واقدر اعمل حاجه لنفسي والنادي المقاولين العرب. طبعا طبعاً. انا مهما اعمل لنادي المقاولين العرب انا يعني مش هكبر نادي المقاولين العرب، بالعكس طبعاً. نادي المقاولين العرب هو اللي هيكبرني تمام. وهو اللي هيعمل لي اسم. لكن تمام. انا مهما اعمل لنادي المقاولين العرب يعني مش هكبر نادي المقاولين العرب، بس الواحد بيجتهد عشان برضه يعمل حاجه لنفسه تمام. ويبدا يظهر من خلال طموح يعني. طبعا. فالحمد لله ربنا وفقني. المشكله بدات منين بقى يا كابتن؟ المشكله بدات من اختلاف كابتن محمد مصطفى مع الاستاذ عمرو ياسين اللي هو المدير التنفيذي واللي العقد باسمه. تمام. طبعا ما كانش ينفع العقد يبقى اسم محمد مصطفى لان محمد مدرب في النادي. تمام. فكانت دي مخالفه لا، فكتبنا العقد باسم الاستاذ عمرو واشتغلوا وربنا كرم زي ما قلت لحضرتك. حصل بينهم خلاف بعد كده مادي. حاولت بصفه وديه او شخصيه ان انت تحلها. احل الموضوع بينهم والحمد لله تمام. حليته فعلا. ما فيش بالظبط شهر اختلفوا مع بعض تاني. بس للاسف المره دي وصلت لمد الايد ويعني طبعا المنظر العام ما كانش كويس. طبعا. ده في نادي المقاولين؟ في نادي المقاولين لا ده في المركز الاولمبي. في المركز الاولمبي. تمام. بس طبعا المركز الاولمبي فرع المقاولين العرب فهو بيحمي اسم النادي. طبعا شيء اكيد. بالظبط. فطبعا اختلفوا مع بعض. موضوع ماليش علاقه بيه ماليش دخل بيه. بس طبعا محمد مصطفى صديق ليا وزميلي في النادي. تمام. استاذ عمرو برده من خلال معرفتي بيه بالفتره اللي هو خد فيها الفرع بقى زي اي حد من الناس اللي بتتعامل معايا في تمام. في الاكاديميات، لان انا كنت مسؤول كمان عن الملابس الخاصه بالاكاديميات، لان الاكاديميات كنا حاطين شرط في العقد ان الملابس تكون من خلال النادي على سبيل ان يكون الشكل العام كله موحد ديزاين واحد. واخد بال حضرتك؟ دي كانت من الحاجات الجميله برده اللي كانت موجوده في العقد. تمام. اتفاجئت بعد كده بان الاستاذ عاطف اللي هو مدير المركز الاولمبي بيتصل بينا انا وكابتن محمد عشان نيجي ونشوف الواقعه اللي حصلت، لان الشرطه جت في اليوم دوت. تمام. الموضوع اتحل بينهم برضو، والشرطه يعني قالت لهم طالما انتوا شركاء حلوا الموضوع بينكم، والموضوع وصل لنا في النادي. رحت انا وكابتن محمد ابو حميد قعدنا مع الاستاذ عاطف اللي هو مدير المركز الاولمبي. تمام. والراجل طبعا متواجد ربنا يديه الصحه شاهد على الكلام دوت. قال لنا حصل كذا كذا، يعني لعدم سمعه النادي والاساءه سمعه النادي يا ريت تشوفوا حل يا اما نلغي الفرع يعني. ايوه فرع الاكاديميه بالظبط كده. فطبعا جبنا عمرو انا وكابتن محمد وجبنا محمد وقعدنا في النادي عندنا تاني يوم وقعدنا حلينا بينهم القصه وتوصلنا في الاخر خالص ان انتوا الاثنين ما ينفعش تشتغلوا مع بعض. تمام. كل واحد يبقى بحاله. فطبعا هم كشركاء في بينهم ماديات. طبعا. وصلت الامور عشان ما اطولش طبعا يعني انا بختصر لا اتفضل اتفضل. وصلت القصه في الاخر ان كابتن محمد قال لمحمد مصطفى ما خلاص مالكش علاقه بالمركز الاولمبي تاني، ما تروحش هناك تاني. تمام. عشان سمعه النادي وانت مدرب في النادي ولازم تحافظ على اسم النادي. تمام. خلاص. فطبعا اتفقنا ان مع عمرو هيدفع لمحمد 50,000 جنيه تمام. ان هو المادي اللي عليه يعني اللي هو محمد كان مشاركه بيه واخد بال حضرتك. اوكي. وعمرو فعلا تعهد بالمبلغ دوت وقال هدفعه على الاجزاء كل شهر 10,000 جنيه. وكابتن محمد قال لي كلفني قال لي علاء يبقى خد ال 10,000 جنيه عشان ما يحتكوش ببعض من الاستاذ عمرو كل شهر واديهم لمحمد. واديهم لمحمد. بالظبط. انا كمان كان ليا مبلغ ملابس عند الاستاذ عمرو واخد بال حضرتك. تمام. من ضمن الملابس اللي كان بياخدها للفرع عنده، لان زي ما قلت لحضرتك انا كنت مسؤول بعلم النادي عن موضوع الملابس الرياضيه. الملابس اللي هي بتاعت كان كل الفروع بتاخد مني. تمام. عشان يبقى ديزاين واحد وكده. بالظبط عشان الشكل العام. فالنادي كان اللبس من خلاله. طبعا احنا يعني الاستاذ عمرو كان الوضع عنده ما شاء الله كويس جدا. مع الوقت الامور بدات تسوء وبدا الاعداد عنده تقل، فطبعا اتكسر عليه بعض الماديات في النادي وبقى عليه مديونيه للنادي ذات نفسه من ايجار اللي هو كان المفروض الفرع بيدفع 10,000 جنيه كل شهر و1000 جنيه لجنه فنيه. فاتكسر عليه تقريبا حوالي شهرين مع فلوس الملابس مع المبلغ بتاع الكابتن محمد مصطفى اللي هو التزم بيه. واخد بال حضرتك. فالدنيا ما بقتش مظبوطه معاه شويه. تمام. طبعا في التوقيت دوت الكابتن محمد مصطفى
برضو ده بينه وبينه او الله اعلم يعني. انت عارف الزعل او المشاكل بتخلي الناس شيء يعني أكيد. في طبعا ممكن طبعا. بعض العند شويه بينهم وبين بعضهم. طبعا طبعا. كابتن محمد مصطفى تقدم للنادي تاني بان هو ياخد فرع المركز، ملعب اسمه 77 ده بجوار المركز الاولمبي. تمام. وفعلا حصل على العقد وفتح. طبعا الاستاذ عمرو في التوقيت دوت خد الموضوع بشكل شخصي وقال ان هو قال ان هو يعني انتوا كده بتحاربوني. الراجل خد فرع جنبي وانا برضو الفرع جنب الفرع، فكده بدات كمان الدعايه والاعلانات بتاعت الكابتن محمد مصطفى لان المسافه قريبه بين الفرعين. طبعا طبعا. فبدا الامور تسوء اكتر بصفه شخصيه بينهم. ده شيء اكيد. واحنا مالناش علاقه، احنا رحنا بس حلينا. انتوا كنادي مالكوش علاقه وكمسؤولين. انا وكابتن محمد كمسؤولين رحنا حلينا القصه مع الاستاذ طبعا عاطف عشان اسم النادي. طبعا طبعا. وعشان نحل القصه حلينا بينهم الموضوع والتزموا الاثنين قدام بعض ان ده خلاص مش هيروح هناك وان ده هيديله 50,000. تمام. فانا كنت بعمل مكالمات تليفونيه زي ما بكلم اي حد من مدير التنفيذي للافراد لان اللي هي فلوس طبعا يعني طبعا مش فلوس شخصيه بتاعتي. انت المسؤول عنها بتاعت النادي. فلوس الاكاديميات بتاعتي، فلوس الملابس بتاعت الاكاديميات. ايوه ايوه. فكنت بتصل بكل الناس بشكل طبيعي يعني. فكنت بتصل باستاذ عمرو من ضمن الناس بساله على فلوس الملابس. وعلى فكره في موقف من ضمن المواقف الاستاذ عمرو جه لما تعثر النادي عن طريق الشؤون القانونيه، بعتنا له جواب بنقول له فيه لازم تيجي تسد المديونين اللي عليك يا اما الفرع هيتلغي. الراجل جه مشكور نزل للمحامي بتاع النادي، محامي النادي جابه وطلعنا قعدنا. في التوقيت ده كان الكابتن ريعو هو اللي مسؤول عن قطاع الناشئين خلفا للكابتن علاء. تمام. واخد بال حضرتك؟ تمام. فطبعا جينا وكابتن ريعو استمع للاستاذ عمرو وعرف ان عليه مديونيه. وكان الكابتن محمد عبد الحميد هو اللي بعت الجواب كمدير اكاديميات للمحامي عشان يبعته له يديله انذار يعني. تمام. والراجل جه بالفعل وقعدنا مع بعض مع كابتن ريعو المحامي وكابتن محمد حميد مدير الاكاديميات وانا، وقلنا له انت قدامك قد ايه وتسد المديونيه اللي عليك؟ قال قدامي 10 ايام. كويس. استاذ كمال المحامي بتاع النادي قال له لا انت قدامك 15 يوم مش 10 ايام. تمام. فيا ريت تسدد المديونيه اللي عليك والا انا هاخد الاجراءات القانونيه والغي لك العقد والتعاقد خالص. تمام. واول فلوس تسدها يا ريت فلوس الملابس بتاعه النادي اللي كابتن علاء بيطالبك بيها. تمام. طبعا موضوع ال 50,000 بتوع الكابتن محمد مصطفى دول بشكل شخصي. فما اتكلمناش فيهم لانهم ما يخصوش النادي يعني. أيوة النادي أيوة يعني أيوة. استاذ محمد كمال مش هيطالبوا بيهم طبعا. لكن ده بعلم كابتن ريعو وبعلم الاستاذ كمال والمحامي وفي ناس كتير جدا عارفه القصه في النادي. تمام. واخد بال حضرتك؟ تمام. جينا في الاخر الاستاذ عمرو طبعا ما سددش المبلغ دوت في الفتره المحدده اللي سده بس فلوس الملابس وخدتها منه. تمام. واخد بال حضرتك؟ والباقي طبعا خلاص يعني ده بينه وبين النادي. تمام. كنا عاملين اجتماع يوم 29/12 ده للاكاديميات الخارجيه وبندعي الناس كلها بتيجي في النادي في القاعه بتاعه النادي نقعد معاهم وبننسق بعض الامور. كنا عاملين لهم دوري وبننسق بعض الامور اللي هي تخص الاكاديميات بتاعه النادي. تمام. الاستاذ عمرو طبعا واحد من ضمن الناس مدير تنفيذي فكان جاي الاجتماع لان انا كنت عامل لهم جروب وبلغت الناس كلها على الجروب ان هي تحضر الاجتماع بكره الساعه كذا. فهو جه من ضمن الناس. تمام. حتى هو كلمني قبلها بيوم قال لي اجي، قلت له اتفضل تعال ما انا مش هقول لك ما تجيش. لا طبعا. فجه الراجل فمجرد ان هو داخل قاعه الاجتماعات طبعا الكابتن محمد كان في شد وجذب شويه بينه وبين الاستاذ عمرو. ليه؟ لان الكابتن محمد التزم قدام محمد مصطفى بال 50,000 يتصدر فيهم. تمام. فطبعا الاستاذ عمرو ما سدش شهر واثنين وثلاثه. تمام. واخد بال حضرتك؟ تمام. فطبعا الكابتن محمد حس ان هو يعني صغر قدام محمد مصطفى. فكان في مكالمه تليفونيه بيلوم فيها عمرو بيقول له يعني انت اتفقت معايا على اتفاق وخليت بيه. فطبعا كان في شد وجذب بينهم. كابتن محمد لما عمرو دخل الاجتماع فللاسف يعني قام قال له لا ما ينفعش انت تدخل يعني بس بشكل اسوء من كده شويه انا اسف يعني. كابتن محمد طبعا الراجل يعني راجل كبير في السن فحس ان عمرو يعني ما كانش فيه تقدير او احترام منه للاتفاق اللي اتفقوا معاه. فكابتن محمد انفعل عليه وطرده بره الاجتماع. تمام. واخد بال حضرتك؟ في اليوم الاجتماع ده كان في نادي المقاولين. في نادي المقاولين العرب. تمام. وبعلم الكابتن ريعو وكان معانا النائب الكابتن ريعو الدكتور لمعي. تمام. كان حاضر الاجتماع. وفي اليوم دوت نزل الاستاذ عمرو الاستاذ كمال المحامي قال له كابتن محمد تردي من الاجتماع وحصل كذا كذا كذا. تمام. ما اعرفش ايه اللي دار. المهم اتفاجئنا بالمهندس محمد عادل بيتصل بينا. انا وكابتن محمد نزلنا قعدنا معاه لان الاستاذ عمرو قاعد والاستاذ كمال بحبح المحامي. تمام. في ايه؟ قال لي والله الراجل ده متهمكم باللي هو مسجل لكم مكالمات وبيقول لي انتوا طالبين منه رشوه. اللي هو مين؟ اللي هو الاستاذ عمرو. اللي هو الاستاذ عمرو. الاستاذ عمرو اللي هو مدير التنفيذي بتاع المركز العلومي. ايوه. قال الراجل فطبعا المهندس محمد عادل قال له انت مسجل لهم هم مسجلين لك الموضوع ده بينكم وبين بعضيكم لو عايزين تروحوا النيابه روحوا النيابه. طبعا. اما انا اللي يخصني فلوس النادي. انت عليك مديونيه هتسدها ولا مش قال له اديني شهرين. قال له لا ما فيش الكلام ده. اتفضل حضرتك واحنا هنجيب فلوس النادي بالشكل القانوني وابلغ المحامي يلغي له الفرع. وخلاص الراجل انصرف ومشي
وانا وكابتن محمد خدنا بعضنا ومشينا. تمام. واخد بال حضرتك؟ كويس. فجينا تاني يوم الصبح الساعه 11، الكلام ده كان الساعه 6 يوم 29/12. تمام. تاني يوم 30/12 الساعه 11 الصبح فجينا بان احنا موقوفين على العمل ومطلوبين للتحقيق. ليه؟ ما اعرفش. عرفنا بعد كده ان الاستاذ عمرو بعت مكالمات للمهندس محمد عادل مسجله تدينا بحاجات ان احنا بنطلب منه رشوه. تمام. انا الموضوع بالنسبه لي كله في النهايه ان انا طبعا معايا برضو ما يثبت براءتي من مكالمات ومن اوراق ان انا ما خدتش الكلام ده، لان انا بالفعل المهندس محمد عادل الراجل يمكن ضغوط عليه كتير جدا. الراجل ده طبعا معروف بحبه لنادي المقاولين العرب واخلاصه للنادي وانتمائه لنادي المقاولين العرب. طبعا انا بعذره وبلتمس له العذر ان هو ممكن يكون في اليوم ده كان مشحون، كان مشدود، ضغوط عليه زياده، سمع المكالمات. طبعا ممكن تكون المكالمات دي بالنسبه له هو عصبته او فخد قرار. تمام. ولكن انا بقول من حقي كراجل طبعا يعني شغال في نادي المقاولين العرب حق الرد. طبعا انا طلبي كله ان انا اقعد مع المهندس محمد عادل او احد المسؤولين في النادي. تمام. بالمستندات اللي معايا او المكالمات اللي معايا تثبت ان انت بريء طبعا، واثبت حقي. طبعا، لان النهارده مش من العقل، انا اسف يعني ان انت النهارده اتهمني مفيش مشكله. ايوه طبعا. ولكن من حقي ان انا اقعد مع حضرتك، خصوصا ان انا ابن النادي او شغال في النادي طبعا. او انتمي للنادي. طبعا. فاي حاجه تسيء ليا هتسيء للنادي. ده شيء اكيد. واخد بال حضرتك؟ مع العلم ان فيما بعد الاستاذ عمرو راجل يعني انا يمكن مش بلومه عشان حاجه، لكن بلومه بحكم ان انا كنت كويس معاه. كان لما بيحتاج ملابس فيه فلوس ما فيش فلوس كنت بقف جنبه. تمام. كنت بتكلم في ظهره كويس وهو عارف حاجه زي كده. تمام. فالراجل فيما بعد القصه دي بحوالي شهر زي ما تقول يعني ده اللي وصل لي يعني. ده يمكن يكون ضميره وجعه شويه، يمكن يكون حس بالظلم ان هو ظلمني. اوكي. فالراجل اتصل بالمحامي بتاع النادي الاستاذ عمرو الراجل وبلغه قال له والله انا يعني فاتت حاسس ان انا يعني ظلمت كابتن علاء. وكابتن علاء الراجل يعني مشكور يعني كان بيقف في ظهري او المكالمه دي من فتره قصيره يمكن من شهر كده تقريبا. تمام. كلموني الموضوع بقى له شهرين وشويه. تمام. قال له انا عايز اجي اغير اقوالي خصوصا على كابتن علاء عبد الرؤوف، لان انا حسيت ان انا جيت عليه. راجل شغال بينفذ تعليمات، راجل مجتهد دايما باستمرار معانا، لما بنحتاج منه حاجه ما بيأخرش علينا، وده طبعا بشهاده كل الافرع مش هو بس. فهو حس يعني ممكن بحاجه زي كده، فاتصل بالمحامي وبلغه ان هو عايز يجي يغير اقواله ويقول يعني بحقي حاجه كويسه، يعني ان هو حاسس ان هو يعني جه عليا او ان هو ظلمني. طبعا لقيت المفاجاه ان رد المحامي عندنا في النادي عليه ان ما ينفعش تغير اقوالك وما ينفعش تقول حاجه زي كده. فطبعا انا استغربت، طب لمصلحه مين انت حضرتك كمحامي؟ طب بالعكس ده انت المفروض يعني انت يعني انا زميل في النادي مع حضرتك او ان انا شغال في النادي، فانا يعني انت ليه بتقول ما ينفعش تغير اقوالك؟ طب ما تسيب الراجل يجي يقول لك. فرد عليه الرد دوت. طبعا. فطبعا الراجل سكت وما اتكلمش. طبعا بالنسبه للكابتن محمد عبد الحميد يعني الكابتن محمد 40 سنه في شركه مقاولين العرب كشركه، وكان بيعمل في الشركه، وطبعا من اعمده نادي المقاولين العرب كمدرب، وليه تاريخ كبير جدا في نادي المقاولين العرب ايام ما كان بيلعب وايام طبعا واثناء التدريب. طلع مش عاوز اقول لحضرتك يمكن نجوم من تحت ايده في خلال 40 سنه دول. فانا عمال حتى يعني بقول للناس لما الناس بتيجي تتكلم معايا، طب انا راجل بقالي 4 سنين في النادي رغم ان انا برده مش غريب عن نادي المقاولين العرب. تمام. طبعا ماشي اوكي ممكن يعني اكون، لكن كابتن محمد يعني انا مستغرب 40 سنه في نادي المقاولين العرب، سمعته يعني حاجه جميله جدا وحاجه محترمه جدا، وعمري ما في حد ذكر اسم كابتن محمد عبد الحميد باي حاجه مش كويسه. تمام. يعني انا اعتقد ان ال 40 سنه دول حتى كافيين ان هم يشفعوا لكابتن محمد بالفرض، انا اسف لو غلط، رغم ان هو ما غلطش، ده لو حتى غلط. واخد بال حضرتك؟ مش معقوله في الاخر خالص كابتن محمد يمشي بالشكل. انت عارف حضرتك يعني مجال الرياضه مجال يمكن ضيق، كل الناس فيه عارفه بعض، كل الناس كانت تلعب مع بعض. واخد بال حضرتك؟ فانا النهارده لما امشي بالشكل ده يعني بشكل مسيء، شكل مهين، شكل يبقى حزين، خصوصا وان انت عملت حاجه كويسه لنادي المقاولين العرب. يعني انا بفضل الله الحمد لله بدايه مشوار الاكاديميات ده لما اتكلمنا فيه وحاولت ان انا اوصله للمسؤولين، وفعلا الحمد لله على ارض الواقع بقت حقيقه. يمكن ما شاء الله يعني لا يقل على 2.5 مليون جنيه، مبلغ طبعا مش قليل. طبعا. واخد بال حضرتك ان انا اكون سبب في دخول خزنه النادي، ده بالنسبه لي حاجه تفرحني. طبعا. واخد بال، رغم طبعا النادي مش محتاج الكلام ده، بس انا زي ما قلت يعني انا مش هعمل حاجه تكبر نادي المقاولين العرب طبعا، بس انا بجتهد. فطبعا زعلان ان انا مشيت بالشكل ده. زعلان اكتر على كابتن محمد الحميد، يمكن راجل تاريخ في نادي المقاولين العرب، كل طبعا الناس الكبار في النادي زعلانين على حاجه زي كده. فانا طلبي كله ان انا اقعد مع حد مسؤول
في النادي، ويمكن يكون انا بفضل المهندس محمد عادل، لان طبعا المهندس محسن صلاح انا رئيس الشركه ورئيس النادي، الراجل يعني حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه محترمه جدا، حاجه جميله جدا. عرفت في وقت من الاوقات اثناء المشكله ان انا اتواصل معاه، ويمكن انا ضايقته شويه ان انا طبعا يعني جبت الرقم بتاعه الشخصي وبعت له على الواتس وعرفته ان في مشكله بالنسبه لي. الراجل بصراحه بمنتهى الامانه بمنتهى الاحترام تواصل معايا وحدد معايا ميعاد، ولكن طبعا حد بقيمته الكبيره ومشغولياته واخد بال حضرتك ما كانش طبعا هيقدر يقابلني، فاجل الميعاد وبعد كده قابلني في النادي يعني. قابلني في النادي وقابلني مقابله كويسه، وطبعا كوالد او كاخ كبير الراجل طبعا يعني اداني تعليماته وقال لي انزل واقعد مع الاستاذ كمال وشوف ايه عندك مستندات تقدر لو حتى تعرف اي مشكله هنا في النادي تقدر تتكلم عنها كويس اتكلم. واداني المساحه اللي انا اقعد واتكلم، وقعدت واتكلمت، وبعد ما اتكلمت واتحقق معايا زي اول تحقيق، التحقيق برضو لقيته ان هو ما فيش اي رد فعل ليه. بعدها قعدت مع المهندس كريم، ده احد اعضاء مجلس اداره النادي، كلفه المهندس محسن برضو بان هو يقعد معايا ومع ناس كتير جدا في النادي، واخد بال حضرتك ان هو يحقق بقى في حاجات كتير جدا مش في قصتي بس. واتحقق مع بعض الناس، وللاسف برضو في بعض المدربين مشيوا من النادي بسبب التحقيقات ديت. وكابتن ريعو ذات نفسه يعني اتخذ قرار بان هو ما يكونش موجود، لان طبعا انا مع احترامي لكابتن ريعو طبعا قيمه وقامه واسم كبير جدا طبعًا جدا جدا، واتشرفت بان انا اشتغلت مع الكابتن ريعو زي ما انا اتشرفت طبعا ان انا اشتغلت مع الكابتن علاء نبيل ونادي المقاولين ذات نفسه بصفه عامه. انا ليا وجهه نظر، ارجو ان هي ما تفهمش غلط. انا طبعا يعني مش طالع اشتكي حد، مش طالع اذم في حد، مش طالع اقول اي حاجه غلط. انا كل قصتي ان انا حبيت النادي وبحب النادي وهفضل احب النادي، وعملت حاجه يعني انا من وجهه نظري مش وحشه، عملت خير، وفي الاخر امشي بالشكل ده ومحدش يعني سال فيا او حد حتى يعني قعد معايا او مع الكابتن محمد من الناس المسؤولين ان هو يحل لنا المشكله. تمام. حضرتك انت بتتكلم من شهر 12، احنا دلوقتي في شهر 3، ما حدش يتكلم خالص مع حضرتك لحل المشكله؟ والله زي ما قلت لحضرتك تواصلت مع المهندس محسن، والراجل يعني ادى تعليمات ان انا يتحقق معايا، وللاسف انا بعد التحقيق ما فيش حد اتصل بعد كده، ما حدش اتصل ولا حتى نتيجه التحقيق دي بانت او ايه اللي فيها او ايه يعني الاخر ايه او ايه اللي حصل من خلال التحقيق ايه اللي تم. عرفت ان احنا مشينا. طب ايه السبب؟ ما هو السبب برضو بالنسبه للناس، لان حضرتك عارف ان الخبر السيء بينتشر بسرعه، حاجه كويسه ما بتنتشرش بسرعه. فطبعا كون ان احنا نمشي بشكل زي دوت انا وكابتن محمد ويتقال علينا كده، طبعا ده شكل مهين ومسيء لينا، واخد بال حضرتك، فما ينفعش ان انا اسكت عليه. طبعا وانا يعني من وجهه نظري الشخصيه، انا لو غلطت او عملت حاجه غلط تسيء للنادي انا هسكت. ما هي انا اسف يعني مش خلاص يعني زي ما بيقولوا ماليش عين اتكلم فعلا. لكن انا النهارده ان انا اوصل ان اطلع في برنامج او اقول قصتي او اقول المشكله اللي عندي، انا من وجهه نظري يعني ما فيش حد بيغلط وبيبقى يعني فعلا مش هطلع افضح نفسي يعني اقول على الملا كده الناس متهميني برشوه طبعا. فانا بس رجاء ليس طلب ان المهندس محمد عادل، انا عارف كويس جدا 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 ان الشخصيه دي شخصيه محترمه، وعارف ان هو ما بيظلمش حد. يمكن زي ما قلت لحضرتك ان هو ممكن يكون الفتره اللي حصل فيها مشكله كان في ضغوط، كان في هو مثلا متضايق زعلان من حاجه ثانيه فخد قرار او كده يعني. تمام. دي القضيه اللي انت كنت طالع عشانها طبعا. كابتن علاء، تحب توجه رساله لمين؟ الرساله الاخيره. والله انا بالنسبه لي الرساله اللي اوجهها واللي اتمنى اللي هي ان شاء الله يعني اللي اوجهها له يستجيب ليها هو المهندس محمد عادل. انا بقول لحضرتك يعني اخ كبير لينا ووالد لينا، وكلنا مقدرين قيمه حضرتك، وبنتمنى ان احنا ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يكون في رد فعل من حضرتك، واقعد مع حضرتك انا وكابتن محمد وتسمع لنا، وفي النهايه برضو القرار يرجع لحضرتك. وعلى فكره انا والله العظيم ما طالع اتكلم في التلفزيون او في اي قناه عشان اقول ان انا عايز ارجع النادي، انا تحت امر نادي المقاولين العرب في اي وقت طبعا. انا بس هي القصه كلها ان انا يعني لما امشي مش بالشكل ده طبعا، لان يعني وتحققوا، ولو فعلا ثبت ان انا في حاجه زي كده انا برضو مش هبقى زعلان. هو ده الموضوع باختصار يعني. تمام. كابتن علاء طبعا انت شرفتني ونورت الدنيا كلها في اول حلقات استاد الموهوبين. معانا ضيف طبعا عزيز علينا كلنا كابتن جمال فتحي. كنت عايز اسالك سؤال اخير كده، ايه رايك في شغل طبعا كابتن جمال فتحي؟ والله بص، هو على المستوى الشخصي كابتن جمال صديق واخ وانا بالنسبه لي هو عامل طفره كبيره جدا طبعًا جدا طبعًا. في ميلانو مصر.
تحس ان هو عارف قافل حضرتك على نفسه، شغال بشكل فني عالي جدا، عارف هو بيعمل ايه. تمام. معاه مجموعه ما شاء الله من اللعيبه المميزين جدا جدا جدا. تمام. طبعا الكابتن فتحي كابتن جمال بيعمل مباريات يمكن على مستوى عالي جدا، وعلى على قد المستوى اللاعبين اللي معاه. شغله عاجبني جدا جدا جدا، مجتهد. تمام. دايما متطلع، بيشوف دايما الحديث وبيعمله، طبعا بحكم علاقاته ان هو حد محترم وشخصيه محترمه. طبعا. بيلعب مع منتخب مصر، يمكن في انديه بتحاول ان هي تلعب مع منتخب مصر بترفض، لكن الكابتن جمال كونه يلعب مع انديه زي الاهلي والزمالك ماتشات وديه ومباريات وديه، دي حاجه بالنسبه له تدل على ان هو فعلا مدرب مجتهد. طبعا. وانا بتمنى له كل التوفيق وكل النجاح يا رب. اتشرفت بيك كابتن علاء، وطبعا سعيد جدا شاكر جدا لحضرتك، ربنا يخليك. شكرا. الدعوه. اعزائي المشاهدين انتظرونا بعد الفاصل مع كابتن جمال فتحي صاحب منظومه ميلانو مصر. اهلا بكم من جديد. معانا بعد الفاصل كابتن جمال فتحي صاحب منظومه ميلانو مصر. كابتن جمال برحب بحضرتك. حبيبي يا كابتن حسام، منور الدنيا والله يا كابتن. انت اللي منور الدنيا كلها يا حبيبي. ندخل ساخنين ان شاء الله. حبيبي انا تحت امرك في اي حاجه. الله يبارك فيك. مفيش مشكله خالص. كابتن جمال، طبعا قطاعات الناشئين والبراعم في مصر ايه رايك فيها؟ والله بس في شويه مشاكل، بس المفروض نشتغل عليها من فتره طويله، يعني المفروض نشتغل عليها من فتره طويله كاتحاد كوره، نشتغل عليها من فتره طويله عشان يبقى في انتاج في اللعيبه، وفي انتاج في المستويات، وفي انتاج في المنتخبات. لازم يبقى في طفره. احنا مشكلتنا في مصر نعمل حاجه، يعني عندك مثلا عندنا بطوله كاس الافريقيه. تمام. احنا من الناس اللي ما بنخططش للحاجه للبعيد، للمستقبل يعني. يعني ممكن نعمل بطوله كويسه كتنظيم، انما كمنتخب ان هو او انت بتعمل خطه بعيده المدى لقدام ما بيحصلش في مصر خالص. ما بيحصلش. تمام. ايه اللي مش عاجبك مثلا في قطاعات الناشئين والبراعم في مصر يا كابتن؟ زي التسنين مثلا؟ ده مشكله التسنين دي مالهاش حل. تمام. احنا قدام كارثه. طبعا. كارثه حقيقيه. يعني انت لما تيجي تلاقي مثلا نادي انبي بيشتكي نادي الاسماعيلي، مثلا بيشتكي نادي الاسماعيلي، وتلاقي بعد كده نادي المقاولين بيشتكي نادي انبي عشان عنده تسنين، وبعد كده لما تيجي تلاقي نادي الاهلي بيشتكي نادي انبي اللي هو عنده تسنين، ونادي انبي كان في ازمه كبيره مع نادي الاهلي من فتره طويله عشان التسنين. يعني ده احنا قدام كارثه. ده بيديك مؤشر ايه؟ ان الازمه كلها مع الانديه الكبيره. مع الانديه الكبيره طبعا. هم اللي عاملين الازمه، هم اللي عاملين الازمه الكبيره. ده دليل اللي هم اللي عاملين الازمه في موضوع التسنين. طبعا. اخرها لاعب المقاولين 2005 اللي كان في ماتش الغابه ده. ايوه. حاجه صعبه طبعا. طبعا كان في موضوع برضه في 2005 ماتش الغابه لما طلعوا ولد برضه. طبعا. هو للاسف ما هو ده اللي قدروا يوصلوا له، انما في طبعا حاجات كتيره جدا، في حالات كتيره جدا انا بروح الاعب ناس الاقي ناس كبيره جدا والله، يعني حقيقه يعني حاجات رجاله يعني. طبعا. حبيبي. اخر العروض اللي جت لكابتن جمال فتحي من الدرجه الثانيه، طبعا احنا سمعنا الايام اللي فاتت حاجات كتير، عايزين نوضح للناس. والله العروض اللي جت كده انا عندي مكاني، يعني المكان اللي بحبه ومرتبط بيه جدا هو مكان ميلانو مصر. طبعا ده مرتبط بيه ارتباط كلي يعني. طبعا. لما بيجي لي عرض او بيجي لي على مدار مثلا سنه او 2 او 3 او 4 بيجي لي عروض مثلا كل فتره، بفكر في اول حاجه بفكر في اللعيب بتاعي والكيان اللي انا عملته ونظمته. بيبقى قدامي يعني عقوبات كتيره جدا عشان افكر ان انا اقبل يعني في الموضوع. الموضوع بيبقى صعب عليا، فطبعا جاي لي حاجه الموسم ده حاجه محترمه جدا. تمام. ممتاز به فريق اول، حاجه محترمه جدا. بفكر فيها بجديه، فربنا يسهل الحال ان شاء الله يعني. باذن الله يعني كابتن جمال فتحي ممكن يسيب ميلانو؟ اسيب ميلانو؟ لا، ده ممكن انا ممكن اعمل اي حاجه الا اسيب ميلانو، يعني اعمل اي حاجه الا اسيب مكاني ده، واسيب اللعيبه اللي موجوده او اسيب نوعيه اللعيبه اللي موجوده عندي. نوعيه اللعيبه اللي عندي كابتن حسام نوعيه نادره جدا جدا جدا، ان تبقى موجوده في مكان. الاحترام، الطموح، الاجتهاد، الامل،
كل ده مزروع في الولد اللي بيجي لي الحمد لله رب العالمين. وعشان كده احنا بنوصل لحاجه محترمه طبعا يعني. طبعا الحمد لله، منظومه محترمه جدا. الله جداً يكرمك جداً. يا حبيبي، الله يخليك. كابتن جمال، عايز اخد راي حضرتك، من اقوى مدرب في مصر موسم 2018 2019؟ اقوى مدرب في مصر يعني اقوى مدرب في الدوري الممتاز مثلا تمام. او كده يعني؟ لا والله انا شايف المدربين كلهم مستوى واحد. احمد بيسيب النادي المقاولين بيمسك النادي الاسماعيلي. هو احمد بيلف برضه على الانديه مثلا يعني هم 3 يعني 10 مدربين بيلفوا على الدوري الممتاز. ما تقدرش تقول ده مدرب احسن واحسن يعني. اتحاد الكره مش هيعمل نظام عشان خاطر الانديه دي، المدربين دول ما يلفوش على انديه؟ يعمل نظام؟ المفروض يحط قرار مش كده ولا يعمل اي نظام خالص. احنا ما عندناش اي نظام. ده احنا مش عارفين ندير مسابقه. ده احنا مش عارفين ندير. هتعمل نظام ايه؟ مفيش نظام. احنا شغالين كده يعني، شغالين كده يعني ايه زي ما تيجي على حسب. وبعدين بقى طبعا في انديه طبعا كبيره زي الاهلي والزمالك، انديه كبيره طبعا بتكون اقوى، اوقات بتحس ان هي اقوى من الاتحاد. تمام بصراحه طبعا يعني. طبعا يعني هي دي اللي جايبه الكره المصريه ورا جدا يعني. جدا. حضرتك هسألك كابتن جمال، ايه رأيك في كابتن عماد النحاس بعد النجاح اللي وصل له طبعا في نادي المقاولين، كمنك احد ابناء نادي المقاولين العرب؟ كابتن عماد طبعا شخصيه محترمه ومدرب محترم جدا جدا زي باقي المدربين المحترمين كلهم. تمام. اللي موجودين في الدوري الممتاز. كابتن علاء نبيل عمل فرقه محترمه جدا طبعا. بدأ مع الفرقه كويس جدا، وعملوا هم نفس الافراد اللي كانوا محترمين طبعا مع الكابتن عماد النحاس طبعا مدرب كبير طبعا. بس لا يعني الكابتن علاء هو نفس الافراد اللي كانت بتلعب، ونفس السيستم اللي كانوا ماشيين عليه، ونفس كل حاجه. ايه اللي اتغير؟ ما نعرفش. احنا المفروض حد يسالنا ايه اللي اتغير فعلا. يعني الكابتن علاء نبيل لا ما حدش يختلف عليه طبعا. ابدا مستحيل. طبعا. تاريخ، راجل تاريخ، ولعب كوره ودرب وماسك قطاع ناشئين وانجح قطاع ناشئين وعامل نتائج مع قطاع ناشئين في نادي المقاولين، حاجه محترمه جدا طبعا. يعني مثلا يعني. فكابتن عماد طبعا هي انا ما فيش حاجه عندي غير الكاريزما، هي دي كاريزما فعلا. كاريزما ممكن يكون كاريزمتي انا مشيت مع الفرقه دي خلاص ما فيش مشكله. اما هو كابتن عماد نحاس مثلا مسك سين طنطا ومسك مش عارف ايه ومسك وكان برضو عملش النجاحات اللي عملها مع المقاولين دلوقتي فعلا. هو سيستم، هي الامكانيات موجوده، هم نفس اللعيبه، هم كل حاجه. تمام. كل حاجه موجوده. فطبعا هي كاريزما. ما عندناش كل المدربين في مصر زي بعض يا كابتن حسام فعلا والله. المدربين كلهم مستوى واحد مع احترامي طبعا. مع احترامي طبعا. احنا اقل طبعا من ان احنا نتكلم عن الناس، بس احنا بنتفرج ولاعيب الكوره وشايفين الناس كلها زي بعض. المدربين كلهم زي بعض. تمام. بيفرق بس امكانيات الفرقه ديت عندها امكانيات او ما عندهاش امكانيات. مفيش مشكله. انا لو جبت اي مدرب ناشئين في النادي الاهلي مسك الفريق الاول في النادي الاهلي هيعمل نفس النتائج. انا اقتناعي كده هيعمل نفس النتائج. مفيش اي مشكله خالص. هي شخصيه المدرب اللي تفرق بس فعلا، مش شخصيه المدرب شخصيه، انما الامكانيات الفنيه والكلام ده كله مدربين مصر وشاطرين في الحته دي جدا. كلهم زي بعض. ايه رايك في اختيارات المنتخب الاخيره؟ المنتخب الاخيره طبعا انا سامع ان هو في ناس بتجامل ومش عارف في تخبط وبتاع. يا جماعه الراجل هو ده اللي هيتحاسب. تمام. احنا رضينا ان الراجل ده هو ده مدرب المنتخب فعلا. مش هنتجمع على لعيبه. مش احنا انت لو ماسك نفسك منتخب مصر مش ما فيش حد هيجمع على لعيبه واحده مع احترامي يعني فعلا. فطبعا يعني دي حاجه ترجع للجهاز الفني طبعا. انا ما اقدرش، هو اللي شايف، هو اللي عارف، هو اللي بيتفرج، هو اللي عنده، هو عارف هيعمل ايه. بس انت شايف ان هي فيها مجامله يا كابتن جمال؟ احساسنا كلنا اللي فيها مجاملات طبعا. في ناس مستواها عالي جدا ما انضمتش لمنتخب مصر طبعا يعني، وفي ناس ما بتلعبش وانضمت. ده لغز برضه، وهم الوحيدين اللي يقدروا يردوا على الموضوع ده طبعا يعني. تمام. لو هقول لحضرتك كابتن جمال توجه رساله للاعب البراعم والناشئين في مصر تقول له ايه؟ انا هقول له لازم يبقى عندك شويه صبر بس، عشان احنا عندنا منظومه للاسف في لعيبه كتير قوي 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 كانت بتلعب منتخبات في الناشئين وبطلت. لازم يبقى عندك صبر، لازم تتمرن كويس، متشبث بحلمك، دور وشوف المدرب الكويس فين، دور وشوف النادي المحترم فين اللي يقدر ينميك واللي يقدر يوصلك لحلمك. اهم حاجه الصبر، اهم حاجه الصبر. بس هي بس المشكله بس ايه بقت عند اولياء الامور شويه، في اولياء الامور يعني لما يكون يعني الضغط النفسي والعصبي والحاجات ديت بيحصل ضغط كتير على الولد طبعا فعلا. يعني جنب الدراسه طبعا في ضغط جدا جدا في الدراسه. احنا ناسيين موضوع الدراسه جدا على الولد طبعا فعلا. الولد متبهدل الفتره دي طبعا، دراسه تقيله جدا جدا. انما المنظومه صعبه جدا، بقت صعبه جدا في التسنين ويقول لك الولد ده جسمه صغير، الولد ده ما ينفعش. ده انا في مدرب يا كابتن حسام مدرب في نادي كبير جدا. تمام. مدرب من المدرب اللي منضم للنادي الكبير ده المفروض اصلا بيخش انت اصلا عشان تضم ولا مدرب بيعلم
انت نفسك لازم تختبره، ده شيء اكيد. لازم تختبره، مش شرط ان هو لاعب كوره بس كويس. عندنا في مصر مفيش الكلام ده. ما هم عندنا، ما هي دي مشكله. انا بقول له في ولد عندي عنده 7 سنين 8 سنين، تمام، لعيب كويس جدا، تمام. جسمه عامل ايه يا كابتن؟ اول ما بتكلم جسمه عامل ايه؟ بقول لك 8 سنين يا كابتن، جسمي ايه اللي تدور عليه؟ جسمي موهوب جدا. تمام. جسمي اللي هتدور عليه في 8 سنين ولا 9 سنين صح. ولا 10 سنين ولا 12 سنه بتدور عليه؟ طبعا طبعا. مشكله، احنا في مأساة، احنا في مأساة. بقى في ناس الواسطه دخلت في الشغل، في الكوره، الناس اللي ما لعبتش كوره دخلت تمرن في انديه. انت معاك واسطه هتشتغل، ما معاكش واسطه او ما بتطبلش مش هتشتغل. فعلا. لا 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 لا، احنا مش شغالين لمصر يا جماعه. فعلا. احنا مش شغالين لمصر، احنا مش شغالين لمصر خالص. كل واحد شغال الفتره اللي هو شغال فيها اهو، بيشتغل الشويه دول عشان يعمل اي حاجه ويتكل على الله، مفيش مشكله. انما تشتغل عشان تعمل لعيب كوره لمصر، لا، انت ما بتعملش لعيب كوره، بتشتغل للمصلحه الشخصيه. لا المصلحه الشخصيه باينه واضحه في الناس. طبعا طبعا. واحنا كلنا مختلطين يا كابتن حسام بالناس وبتاع والمدربين لا هو المنظومه كلها بقت للاسف. كابتن جمال فتحي، اسالك سؤال. اتفضل. ما بتفكرش في الاستثمار، فكره الاستثمار في مصر؟ طبعا الفكره ديت توسعت جدا الفتره الاخيره، السنين الاخيره. هو موضوع الاستثمار، بس في الاول والاخر موضوع الاستثمار في استثمار مشروع وفي استثمار غير مشروع. تمام. عشان نبقى متفقين. تمام. انا بس هقول لك على حاجه، بس ايه يعني، انا بحترم جدا جدا مثلا منظومه زي نادي، طبعا نادي المقاولين مثلا عامل ايه؟ عامل فرقه ب، طبعا فرقه 1000 وفرقه 1000 طبعا دي، وتحت شعار نادي المقاولين. تمام. وفي نادي المقاولين، تمام. وفي مكان نادي المقاولين، وفي ملعب نادي المقاولين. صح. هو ده يعتبر استثمار. طبعا استثمار داخلي تحت رعايتي انا اللي شايف. امم. انما مثلا هتيجي نادي باع لواحد، ده انت ما بتقدرش تسيطر على الوكلاء والسماسره في الانديه. ده شيء اكيد. ما بتقدرش، لازم يعمل مصلحه من وراك. طبعا طبعا. او من ورا اللعيب، او بيعمل اي مصلحه، او بيظلم ولي الامر في اي فلوس، في اي بنديات. طبعا بيظلم. هتقدر تسيطر لما تيجي تشتري، وواحد مثلا وكيل ولا سمسار جايب لك لعيب، هياخد مثلا من وراك قد كده، او من ورا اللعيب، او ينصب على اللعيب؟ لا طبعا. فطبعا مش هتقدر تسيطر على الموضوع طبعا. ده. الاستثمار الموجود عندنا للاسف غير مشروع. طبعا للاسف بنديره بطريقه من غلط. المشاكل اللي بتحصل، احنا كلنا في دايره من المشاكل اللي بتحصل قدامنا. استثمار غير مشروع طبعا جدا. انت ما كلنا. ينفعش، انت الاستثمار ده لازم تاخد اللعيب كويس. طبعا. مع احترام، لازم تاخد اللعيب كويس. ما تقوليش بقى لا انا اخد اللعيب الوحش عشان يصرف على اللعيب الكويس، عشان لا، انت كده مش مستثمر. انت كده انت سوري يعني، مش عايز اقول لفظ يعني، ما ينفعش يعني اقول عليك نصاب يعني، ما ينفعش. فانت في الاول والاخر الاستثمار بيبقى في اللعيب الكويس، مش في اللعيب اللي مش كويس، اللعيب اللي في الكوره. ده وجهه نظري مش اكتر. طبعا طبعا. ده اللي احنا عايزين نعمله الفتره الجايه ان شاء الله. طبعا يا ريت والله. عايز اعمل استثمار مع اللعيب الكويس، اللعيب الكويس تمام. اللي يتنمى، اللي هيتسوق مظبوط. مش هقعد اوهم في ناس اللي انا هسوقك واعمل لك وانا بعمل مصلحه مثلا. تمام. هو فعلا. ده الاستثمار. هو ده اللي شغال في مصر وعايزين نغيره، بنحاول ان نغيره. شاء الله هيتغير، وكل حاجه بأمر هتتغير الله باذن تعالى. الله. واحنا لو عايزين نغير حاجه بنغيرها. بأمر احنا في الله. مصر لو عايزين حاجه يعني انت لو عايز تغير حاجه فعلا. كبني ادم مصري او منظومه في مصر طبعا. او والله بتتغير، مفيش مشكله. طبعا. بس في ناس ليها مصالح في التسنين. تمام. في انديه كبيره جدا لها مصالح في التسنين واقوى من اتحاد الكوره، وفي انديه كتيره جدا برضو موضوع الاستثمار بتبيع في كل حاجه يعني بقى. انت تيجي واحد مدرب، تلاقيه مدرب قوي جدا، تمام. مدرب فنيا جدا، تمام. وانت مديله الشهادات وكل حاجه تمام، مفيش عنده مشاكل، وهو مدرب كويس جدا، وقاعد في البيت، بيعمل ايه؟ وتلاقي ولد يعني مثلا عنده 23 سنه بيمرن في تمام. طبعا. انا مش بلوم حد. لا احنا انا مش بلوم حد بعينه والله العظيم، انا بلوم المنظومه. طبعا. في مدربين يا جماعه عباقره، قاعدين في البيوت، طبعا عباقره علمونا بجد. طبعا. فهو ده الواحد بيلوم على الناس عشان كده بس في المنظومه. طب ليه ما نحطش يا كابتن لوائح من اتحاد الكوره للاستثمار في مصر كلنا نمشي عليها؟ ما هو بقى ما هي الدنيا مش مظبوطه. ما هو بقول لك الناس في الاتحاد عايشين اليوم بيومه. طبعا. الناس عايشين باليوم مفيش بيومه. خطه مستقبليه جدا ابدا. انت تحس الناس مخبطه في بعض. طبعا. الناس طبعا. لا يا كابتن حسام اقول لك على حاجه. لما يجي رئيس اكبر نادي في مصر بيخبط في رئيس اكبر نادي في مصر طبعا، وبتسمع لفظ هنا من رئيس نادي في مصر، اكبر نادي في مصر، ولفظ من هنا ولفظ من هنا. امال الناس اللي تحت هتعمل ايه؟ احنا هنعمل ايه؟ صح. الناس اللي تحت هتعمل طبعا. ايه؟ طبعا. ده انتوا يا كبار احنا عاملين نتفرج عليكم وعاملين نبص بتعملوا ايه؟ تمام. فلا الصغيرين يعملوا ايه؟ الناس اللي تحتيكوا بقى، تمام. الناس المفروض اللي بيتعلموا ممكن انتوا كبار. ما ينفعش. تمام. احنا عايزين نعمل حاجه لبلدنا،
عايزين نعمل حاجه لبلدنا، عايزين نعلم الولد، عايزين نثقفه، عايزين ما احناش عارفين نعلم حد يا جماعه منكم، يا جماعه مش عارفين نعلم حد، مش عارفين. يعني احنا بنيجي نقول للولد كلمتين ونقول له نلاقي رئيس نادي كبير ايوه فعلا. بيقول الفاظ وبيقول طبعا. مش حاجات مالهاش اي لازمه يعني مثلا. طبعا. فالولد خلاص، ما انت بتقول ايه؟ انت ما بتقول ينفعش يا جماعه نيجي نقول للولد انت لعيب كويس والكلام ده كله تمام، وانت لعيب هايل وموهوب، يروح نادي يا جماعه يتصدم. دلوقتي انت كاكاديميه يا كابتن حسام، تمام. انت كاكاديميه دلوقتي انت عندك لعيبه موهوبه جدا تمام. جدا طبعا. وجسمها صغير، هتعمل ايه؟ ماشي ده انت عطلت الدنيا يا جماعه. طبعا. يا جماعه شوفوا الصرف يا جماعه، يا جماعه في المواهب بتموت، المواهب بتموت فعلا والله 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 المواهب بتموت، عندك حرام حق. عليكم، انتوا هتتحاسبوا على المواهب اللي بتموت دي. في ناس الفقير قعدتوه، بقت الكوره بفلوس. تمام. الكلام ده حرام والله العظيم، هتتحاسبوا كمسؤولين على كل موهبه راحت من بلدنا دي. عندنا مواهب 100 مليون، عندنا 100 مليون، ما عندناش 20,000 لعيب محترم عارفين تطلعوهم. كل اللي ماسك المنظومه انتوا حسابكم عند ربنا. طبعا. انا تحت ايدي ملفات يا كابتن للموسم الجديد 2019 2020. ناديين كبار جدا 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 في مصر متباعين كاستثمار. ديت طبعا انا شايفها مصيبه جدا جدا، لانهم متوسطين الجدول في الدوري الممتاز. انا بقول هوت قدام الناس اللي بتتفرج علينا. انا طبعا هعلن عنها الحلقات الجايه. حاجه صعبه جدا جدا جدا. انت بتبيع حاجه احنا شايفينها كتاريخ. احنا طلعنا واحنا صغيرين بنشوف الانديه ديت، احنا بنتمنى ان احنا كنا ندخلها. هي للاسف بقى خلاص كده بقى الدنيا باظت فعلا والله يا كابتن، الدنيا كده باظت، صعبه جدا. يعني انا بقول لك الدنيا كده باظت، والموضوع بقى مش هيكبر ومش هيتلم تاني. خلاص الناس بقت حاجه عاديه خالص، بقت الموضوع اقول لك تحت مظله الاستثمار. احنا بنستثمر، انت بتستثمر، طب انت بتستثمر مع مين؟ انت بتدي لمين؟ انت بتدي نادي محترم كبير زي ده لمين؟ هتديه لمين؟ شوف الراجل ده هيعمل ايه، هيسوق الاسم ولا هيشتغل بيه ولا هيعمل بيه ولا هيعليه؟ انت بتعلي ولا بتقلل؟ انت فرحان بالفلوس؟ ما تشتغل وعندك لعيبتك اهيت مثلا، سوق من عندك. لو انت محتاج فلوس ما تسوق وتشتغل زي ناس زي انديه كتير فعلا. انما لا الموضوع بقى صعب في مصر. وفي عندنا بقى طفره دلوقتي، الناس بقت طبعا في نصب تركيا، والناس بتطلع طبعا. تركيا ويلعبوا في عقول الشباب والعيال، ويطلع تركيا ويطلع مش عارف ايه، وده كله يا جماعه نصب. مش شايف كل ده نصب ليه؟ بقى الولد خلاص، الولد بقى هنا بقى بيتشبث باي حاجه، ما شايف الدنيا هنا بايظه. كل النصاب بيستغل اي ثغره في عند الولد. تعال هسفرك تركيا، الولد يسفره تركيا ما يلاقيش اي حاجه وياخد منه مبلغ كتير. فلا الموضوع بقى رخم قوي 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 يا كابتن حسام بامانه والله. لو هسال حضرتك كابتن جمال 3 نقط نقدر نعالجهم ازاي؟ التسنين والتزوير في مصر، والاستثمار الغير شرعي، وطبعا السفر الوهمي. ان هو الاستثمار كل حاجه دي تحت مظله اتحاد الكوره. تمام. دي كله تحت مظله اتحاد الكوره. امال الناس دي بتعمل ايه؟ ما انا عايز افهم الناس دي بتعمل ايه. الناس دي يا اما يسيبوا يعني ما هي بنتكلم في كده. ما هو بقى اتحاد الكوره مش دوري ممتاز بس يا جماعه. طبعا. يعني اوعى تكون مفكر بس وبتاع كده طول ما اتحاد الكوره عمال يطلع بتصريحات، وده مش دوري ممتاز بس. لا ده في ناشئين وبراعم وفي درجه ثانيه وثالثه ورابعه ومراكز شباب كمان. لا ده موضوع كبير، الموضوع مش دوري ممتاز. انا كل ده يتحل. ده احنا جايبين كليه عشان تحله، تقعدوا تحلوا. فعلا. احنا اللي هنقعد بقى نحل ولا نشوف اكل عيشنا ولا امال احنا جايبينكم ليه؟ لا صح. ما هو في حلول. لا نقعد مش قادرين يا جماعه، سيبوا المكان يا جماعه. والله العظيم البلد دي كبيره، البلد دي كبيره. كفايه اللي بيحصل في الناس، كفايه بجد. انا عندي مثلا ايه حوالي مثلا 10 لعيبه مميزين. تمام. مميزين جدا. تمام. يلعبوا في اي 10. تمام. يعني 10 في اكاديميه، 10 تمام في اكاديميه يلعبوا في اي حته. كويس جدا طبعا. وصابر عليهم جدا طبعا. قلقان اوديهم في مكان، ما قال لا اوديهم، مش قلقان كمستوى. تمام. ممكن اودي الولد مثلا، اوديه مثلا نادي كبير، مش عايز اجيب اسماء، نادي كبير والولد ده اسمه صغير جدا.
تمام. بين الناس مش بين مصر، مش تمام. لمصر. ما هو كده يا كابتن لو فضلنا على كده في اجيال بتضيع طبعا. دي انا كان اقول لك، مش عايز بس ايه يعني اقول لك على حاجه. انا عندي لعيب اسمه محمد رمضان. تمام. حاجه عاليه جدا جدا، كويس. حاجه عاليه جدا. تمام. الولد ده كنا بنلعب المقص، جدا على نجاحي والتسويق اللي بيحصل في المكان. تمام. الحمد لله يعني. هنطلع بره الكوره شويه يا كابتن، لو هسألك سؤال توجه رساله لحد وحشك كده تقول لي مين؟ لحد وحشني هو مش هما كتير. لو عايز نعفيك عن السؤال ده مفيش. لا ده عادي، بس احنا ممكن نقول يعني. تمام.